ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ اللهم بارك، البيتيفور دايب جدا وحاجة كده، اللهم بارك قمر. جربوا البيتيفور بنفس الطريقة وانا متأكدة ان انتوا مش هتبطلوا تعملوه. بيتيفور دايب وناجح من اول مرة، حتى لو انتي لسه مبتدئة وفي سنة اولى مطبخ هتعملي انجح وصفة بيتيفور على الاطلاق. جربوه ومتأكدة ان انتوا هتدعولي عليه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. مكملين مع بعض سلسلة شغل ونواعم العيد. النهاردة هنعمل البيتيفور الدايب جدا حرفيا، انجح وصفة بيتيفور ممكن تجربوها وانتم مغمضين. احفظي الفيديو ده عندك علشان هتحتاجيه في شغل رمضان وتجهيزات العيد، وان شاء الله الطريقة دي هتكون ناجحة معاكي حتى لو انتي لسه اول مرة تدخلي مطبخ وسنة اولى مطبخ، هتعملي انجح وصفة بيتيفور ممكن تجربيها. دايب جدا واطعم بكتير من الجاهز واللي بتشتروه من بره. ما تنسيش سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وشير لاصحابكم اللي لسه ما عملوش البيتيفور، ويلا نشوف الوصفة والطريقة. اول حاجه عندي 750 جرام من الزبده، وتكون بدرجه حراره المطبخ، يعني تكون الزبده بتاعتنا طريه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم تكون خارجه من التلاجة قبل الشغل بوقت. كمان عندي 200 جرام من السكر البودر، وزي ما قلت لكم كتير قوي في كل الفيديوهات ان سكر البودر بطحنه في البيت، ما بجيبوش جاهز علشان بيكون فيه نسبه كبيره من النشا. باكد عليكي علشان الناس اللي هتجرب الوصفه ما ترجعش تقول احنا عملنا البيتيفور وطلع مش مظبوط. التزموا بكل الخطوات اللي بقول لكم عليها، هتطلعوا انجح بيتيفور ان شاء الله. كمان عندي كيلو من الدقيق، ده دقيق كل الاستخدامات. ممكن تستخدموا الدقيق الخاص بالكحك والبسكوت، ممكن تستخدموا اي نوع دقيق تكونوا انتم مجربينه وعارفين ان هو كويس. علشان البيتيفور بتاعي يطلع معايا ناعم ودايب جدا، هستخدم حبتين من البيض كاملين وكمان صفار بيضه. لو انت عايزه البيتيفور بتاعك يكون مش دايب، عايزاه ناشف ومقرمش، يبقى هتستخدمي الثلاث بيضات. لو عايزاه يكون وسط، يبقى هتستخدمي بيضتين بس. تمام. بس انا طبعا علشان بحب البيتيفور بتاعي يكون دايب جدا وناعم، بستخدم 2 بيضه كاملين وصفار بيضه. وطبعا الاساسي عندنا الفانيليا. دي كل المقادير بتاعتنا، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. اول حاجه هبتدي انزل في العجان، ممكن تستخدمي العجان او ممكن تستخدمي المضرب الكهرباء، كمان ممكن تشتغلي على ايدك مفيش اي مشكله. الحمد لله المقادير دي ناجحه جدا بشهاده كل اللي جربها. كمان هبتدي انزل ب 200 جرام من السكر البودر، وزي ما اتفقنا انا بطحنه في البيت. باكد عليكي هبتدي بقى ان انا استخدم الكف ده اللي هو خاص بالبسكوتات، وهخفق الزبده والسكر مع بعض بالشكل ده. بسم الله، لحد ما يبقى القوام معايا كريمي جدا وناعم. بصوا بقى اللون فتح معايا ازاي، والقوام بقى كريمي كده زي ما انتوا شايفين. ده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. تمام. هبتدي انزل برضو كده واشغل، وهبتدي انزل البيض بتاعي بالتدريج، يعني هنزل باول بيضه وهخفق، وبعد كده هنزل بالبيضه التانيه. اول لما البيضه بتاعتي تختفي هنزل بالبيضه التانيه على طول. طبعا لازم ننزل جوانب العجان طول ما الزبده بتاعتنا بتتخفق، علشان ما يكونش فيه زبده على الاطراف ما اتخفقتش كويس. هضيف البيضه التانيه برضو. هاجي بقى على البيضه بتاعتي وهبتدي ان انا افصل الصفار عن البياض بالشكل ده. تمام كده. كده اخدنا الصفار اهو، والبياض ده بقى مش هنحتاجه. طبعا بقى هنزل باخر حاجه معايا وهي الفانيليا، معلقه كبيره كده من الفانيليا بالشكل ده. وده الشكل والقوام بتاع الزبده بتاعتنا بعد ما ضفنا البيض بالشكل ده. هبتدي انزل بقى بكميه الدقيق بتاعتي بالشكل ده.
نزلت بكمية الدقيق. في المرحلة دي انا مش هعجن كتير، يا دوب بس هقلب المكونات الجافة اللي هي الدقيق مع السمنة والبيض والسكر. وكمان احنا ما ضفناش اي مواد رافعة بيكنج باودر. كمية البيض اللي احنا مستخدمينها كفيلة جدا تكون المادة الرافعة بتاعتنا في البيتي فور بتاعنا. هقلب يا دوب زي ما اتفقنا ان البسكوتات مش بتتعجن يا جماعه، لان لو عجنا كتير بنفعل ماده الجلوتين، بالتالي البسكوت او عفوا البيتي فور بتاعنا هيكون ناشف جدا ومعضم ومش ناعم اطلاقا. هوقف بقى عجن. زي ما انتوا شايفين القوام بيكون ملزق جدا كده بالشكل ده. ده القوام المظبوط لعجينه البيتي فور بتاعتنا. هجيب بقى التيب ده اللي انا بستخدمه للبيتي فور، بيكون شكله بالشكل ده. تمام. طبعا زي ما اتفقنا اننا هنشكل البيتي فور بالكيس الحلواني، ومهم جدا وانت بتختاري الكيس بتاعك اختاري نوعية كويسة علشان ما تطردش معاكي الزبدة. جبت عندي الصاج بتاعي وما بدهنوش اي مادة دهنية. ابتديت اشكل البيتي فور بالشكل ده، باخد كمية صغيرة جدا قدام وببدأ اضخ العجينة بنفس الشكل. العجينة سهلة جدا اللهم بارك، بتنزل معايا بكل سهولة وبساطة. في المرحلة دي الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 200، وبدخل الصاج اللي بيخلص بدخله الفرن على طول. بياخد معاكي في الفرن من 10 دقايق ل 12 دقيقة على حسب حرارة فرنك. طبعا عملت كمية بالفانيليا وهعمل الكمية التانية بالشوكولاتة. بضيف عليها معلقة كبيرة من الكاكاو الأسباني الغير محلى بالشكل ده، وده بيكون قوام العجينة بتاعتي. بأكد عليكي تاخدي كمية صغيرة جدا في الكيس وانت بتشتغلي، علشان لا قدر الله الكيس بتاعك ما يتقطعش معاكي. مهم جدا وانت بتشكلي بيتيفور الشوكولاتة انك تضيفي معاه كام واحدة من بيتيفور الفانيليا، علشان لو شكلنا البيتيفور كله شوكولاتة مش هنعرف هو استوى ولا لأ. وده بيكون شكل البيتيفور بتاعي بعد السوى. اللهم بارك، واخد لون ذهبي جدا وجميل. كمان البيتيفور ما فرش معايا، يا دوب نفش سيكة بسيطة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلتلك بياخد معاكي من 10 دقايق ل 12 دقيقة او على حسب حرارة فرنك، وبيطلع بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. اللهم بارك، البيتي فور دايب دوبان بجد مش مستحمل يا جماعة. زي ما انتوا شايفين مفيش احلى ولا اجمل من كده. كمان البيتي فور بتاعنا زي ما قلت لكم الصاج اللي بشكله بدخله يعني شغالة، والفرن شغال بنفس الطريقة. اول ما بخلص صاج بدخله على طول. وده بيكون شكل البيتي فور بتاعنا بجد ما بياخدش اي وقت. جربوه بنفس الطريقة والمقادير والتزموا بكل التكات اللي بقولكوا عليها، هتخرجوا احلى وصفة بيتي فور ان شاء الله. لو وصلتي معايا لحد هنا ياريت تدعمي الفيديو بلايك علشان استمر معاكم بنشر كل جديد. اللايك مش بيكلفك حاجة يا ست الكل. هسيبه يبرد ونبتدي تشكيل في البيتي فور بتاعنا بالشكل ده. عمل معانا كمية اللهم بارك تحفة جدا. شايفين القمر ده؟ بجد حاجة كده قمر يا جماعة. هنا بقى عندي للتزيين شوكولاتة بني وشوكولاتة بيضة. طبعا الشوكولاتة عندي اللي انا مستخدماها شوكولاتة بالحليب. البيتي فور ما بيتزينش بمربى يا جماعة علشان ما يطراش معاكم. كمان عندي سبرينكلز الوان، وعندي فستق مجروش وجوز هند. تقدروا تزينوا بالطريقة اللي انتوا حابينها. لو انتوا حابين تسيبوا البيتي فور بتاعكم شوية وتزينوه قبل العيد مفيش اي مشكلة. وهنا برضو بعمل كذا واحدة كده بغرقها في الشوكولاتة وبحشيها شوكولاتة وبتكون معانا تحفة جدا. بصفي الشوكولاتة الزيادة وبحطها تنشف عندي على كيس تلاجة لحد لما بتكون معايا بالشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. التزيين ده بتاع حضرتك. استخدمنا الشوكولاتة، هقول لكم سيحت الشوكولاتة على حمام مائي مع معلقة من الزيت، وابتديت ازين بيها بالشكل ده. بأكد عليكي بلاش تزيني البيتي فور بمربى لانه هيطرى معاكي ومش هيكون حلو. يا اللهم بارك تحفة جدا. بصوا بقى القمر ده، ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الحلاوة والجمال ده؟ اظن مفيش اسهل ولا ابسط من كده. عملنا البيتي فور العيد الدايب السبيشيال ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بكل سهولة وبساطة وبمقادير بسيطة جدا، ومكوناته سهلة ومش هياخد منك اي وقت. يلا مستنية ايه؟ اعملي بيتي فور العيد بنفس الطريقة، وانا متأكدة ان انتي مش هتبطلي تعمليه بنفس الطريقة. يا ريت ما تنسوش لايك وشير على الفيديو.
وبكده يكون فيديو النهارده خلص وتكون وصفتنا لليوم خلصت. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.